في حارة قديمة من الحارات اللي كل بيت فيها حافظ التاني. كان في بيت معروف مش عشان شكله لكن علشان صاحبه. كان اسمه الحاج عبد الرحيم، واحد من الناس اللي بدأت من الصفر أو يمكن من تحت الصفر لحد ما بنى نفسه بنفسه. اشتغل في كل حاجة، وهو صغير شال وتعب وسهر لحد ما بقى عنده ورشة صغيرة، والورشة دي كبرت وبقت مصدر رزق محترم. مع الوقت الحاج عبد الرحيم اتجوز وخلف 3 أولاد، كبير اسمه لؤي، والوسط محمد، والبنت كان اسمها نورة. لؤي كان دايما شايف نفسه المسؤول لأنه الكبير وشايل البيت مع أبوه واقف جنبه في الورشة. ومحمد كان مختلف وهادي وبيفكر كتير ومش بيحب المشاكل. أما نورة فكانت روح البيت، الضحكة اللي بتجمعه. البيت ده كان بسيط بس مليان حاجة أهم من الفلوس، كان مليان حب. كل يوم كانوا بيتجمعوا على نفس السفرة، نفس الضحك، نفس الحكايات، لحد ما كل حاجة بدأت تتغير. الحاج عبد الرحيم بدأ يتعب. في الأول تعب بسيط وشوية إرهاق وشوية دوخة، لكن مع الوقت الموضوع كبر وبقى يسيب الورشة بدري ويقعد في البيت أكتر، وصوته بقى أهدى. لؤي بدأ يشيل كل حاجة لوحده، الورشة والحسابات والمصاريف، وبدأ يحس إن هو اللي شايل البيت. محمد كان بيحاول يساعد بس لؤي كان دايما بيقوله سيبها عليا، أنا فاهم كل حاجة. ومع الأيام الإحساس ده كبر جواه، أنا اللي شايل، أنا اللي تعبت، أنا اللي أستاهل أكتر. وفي نفس الوقت نورة كانت شايفة كل ده وبس ساكتة، خايفة إن في يوم الكلام ده يطلع ويكسر كل حاجة. وفي ليلة الحاج عبد الرحيم جمعهم كلهم، كان شكله تعبان جدا بس عينه فيها كلام كتير. بصلهم واحد واحد وقال جملة بسيطة: خافوا ربنا، ما تخلوش الفلوس تفرقكم. محدش فهم قال كده ليه، أو يمكن محدش كان عايز يفهم. بعدها بأيام قليلة الحاج عبد الرحيم مات. أهلا بيكم في دهرس جديد. قبل ما نخش في القصة ونتعمق فيها، ياريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان بالفرج القريب إن شاء الله. ونخش في الفيديو. الحاج عبد الرحيم مات، واللي كان رابط البيت اختفى وساب وراه فلوس وبيت واختبار. العزا خلص والناس مشيت والبيت رجع هادي، بس الهدوء ده ما كانش راحة، كان تقيل، كأنه مستني حاجة تحصل. لؤي قاعد لوحده في الصالة باصص على المكان، نفس المكان اللي كانوا بيضحكوا فيه، بس المرة دي مفيش ضحك. محمد دخل عليه وقال له بهدوء: هنعمل ايه في الورشة؟ لؤي رد عليه من غير ما يبصله: هكمل فيها لوحدي زي ما كنت بعمل. محمد وقف لحظة وقال: لوحدك؟ ما احنا شركة فيها. لؤي بصله بحدة قال له: شركة؟ انا اللي كنت شايلها مع ابويا، انت كنت فين؟ محمد حاول يهدي الموضوع: احنا مش بنتخانق بس ده حقنا كلنا. لؤي يعلي صوته عليه اكتر: حقك في ايه؟ انت فاهم حاجة اصلا؟ في اللحظة دي اول مرة الصوت يعلى بينهم بالشكل ده. نورة خرجت من اوضتها وقالت بصوت متوتر: في ايه؟ ليه كده؟ احنا قال له وصلنا لكده. عشان محمد يرد عليها يقول لها: بنسأل بس هنقسم ازاي؟ لؤي قطعه بسرعة قال له: مفيش اسم دلوقتي، كل حاجة هتفضل زي ما هي. محمد اتفاجئ: في ايه؟ لازم كل واحد يعرف حقه. لؤي قرب منه وقال له: حقك لما تبقى تعبت زي يبقى اتكلم عن حقك. المرة دي محمد ما قدرش يسكت، التعب مش بإيد حد حق ياخد حق غيره. لؤي سكت لحظة وبصله نظرة غريبة فيها حاجة بتتغير. عدى يومين، عدى 3 أيام، عدى أسبوع، وكل واحد بقى بعيد عن التاني، لحد ما لؤي في يوم جمعهم تاني. وقف في نص الصالة وقال: تمام، هنقسم الورث. محمد رد عليه وقال له: كويس، نجيب محامي بقى ونخلص الموضوع ده. لؤي هز راسه وقال له: مش محتاجين، انا خلصت كل حاجة. توتر مفاجئ حصل ما بينهم ومحمد استغرب: يعني ايه خلصت كل حاجة؟ لؤي يرد عليه بهدوء قال له: كل حاجة مكتوبة ومعايا الورق. نورة سكتت بخوف وقالت: ورق ايه؟ عشان لؤي يسكت لحظة وبعدين يقول: بابا كان كاتب لي البيت باسمي قبل ما يموت. ثانية صمت، وبعدها محمد يرد ويقول له: ايه؟ ازاي يعني؟ ونورة بصت مهزوزة بتقول: بابا عمره ما قال كده،
ولا بابا عمره يعمل كده. عشان لؤي يرد عليهم عصبية ويقول هو مش لازم يقول أنا اللي كنت معاه وعارف كل حاجة. فمحمد بيقول له وريني الورق. لؤي طلع الورق وحطه قدامه. محمد أخوه مسك الورق وعينه بتجري في كل سطر، وفجأة وقف وسكت، بص للورق تاني وبعدين رفع عينه على لؤي وقال له في حاجة هنا مش مظبوطة. محمد كان ماسك الورق وعينه مش مرتاح، بص للورق تاني وبص للؤي وبعدين قال بهدوء امتى بابا كتب الكلام ده؟ لؤي رد من غير ما يفكر بسرعة، قال قبل ما يتعب بمدة. عشان محمد يهز راسه ويقول غريبة يعني. نورة تقول له غريبة ايه يا محمد؟ قال لها غريبة التاريخ ده بابا كان في المستشفى فيه وما كانش اصلا بيقدر يكتب. عشان لؤي يتعصب ويقول له انت بتشك في ايه بالظبط؟ عشان يرد عليه يقول له انا مش بشك انا بفهم. الجو اتكهرب ومحدش عارف يرد. محمد ساب الورق على الترابيزة وقال انا هاخده وراجعه. عشان لؤي يرد عليه يقول له مش هتطلع بحاجة من هنا. فمحمد يقول له لو الكلام صح مفيش حاجة تخاف منها. وفعلا راح لواحد صاحبه شغال محامي، حكاله كل حاجة واداله الورق. المحامي قعد يقلب في الورق دقيقة 2 3 وبعدين قال بصراحة الورق مش مريح خالص. محمد يرد عليه بتوتر ويقول يعني ايه؟ قال له التوقيع فيه اختلاف مش مطابق لحاجات تانية وكمان التاريخ فيه مشكلة. محمد حس ان الارض بتسحب من تحته. قال له تقصد ايه؟ ان الورق ده مزور؟ فصاحبه المحامي بصله وقال انا مش هقدر احكم حكم نهائي، بس المؤشرات مش في صالح اخوك خالص. في اللحظة دي محمد فهم ان الموضوع اكبر من مجرد خلاف، ده ممكن يكون خيانة. محمد رجع البيت، فتح الباب بعنف، لقى لؤي قاعد لوحده. محمد رمى الورق قدامه. الورق ده فيه تزوير. لؤي وقف فجأة قال له انت اتجننت؟ عشان محمد يرد عليه بصوت عالي يقول له التوقيع مش صح والتاريخ غلط، هتكذب لحد امتى؟ فنورة خرجت من اوضتها وهي مرعوبة بتقول في ايه؟ عشان محمد يبص لها ويقول لها الورق ده مزور. فنورة بصت للؤي وعينها مليانة دموع بتقول له قول انه مش حقيقي، اعترف. عشان لؤي يسكت دقيقة يمكن اطول وبعدين قال بصوت واطي انا عملت كده. طبعا دخل في صدمة ومحمد وقف مصدوم. لؤي كمل كلامه وقال انا شايف نفسي احق، انا اللي تعبت وانا اللي شايل البيت وشايل كل حاجة. محمد يرد عليه بغضب ويقول له وده يخليك تزور؟ عشان لؤي يعلي صوته برضه عليه ويقول له انا باخد حقي. عشان محمد يقول له لا انت كده بتاخد حق مش بتاعك. في اللحظة دي مش بس الورق اللي اتكشف، دي حقيقة كل واحد فيهم ظهرت. بعد اللي حصل مفيش أصوات في البيت غير صوت أنفاس متقطعة وقلوب مكسورة. نورة كانت واقفة في النص مش عارفة تبص لمين، أخوها اللي كذب ولا لأخوها اللي اتكسر. محمد بص للؤي وقال له بهدوء مخيف أنا مش هسيب حقي لا في الدنيا ولا قدام ربنا، وسابه ومشى. ونورة حاولت تلحقه. الباب اتقفل ومعاه اتقفلت سنين من الأخوة. محمد رفع قضية مش بس عشان الفلوس، عشان الكرامة. نورة بعدت، لا قادرة تنسى ولا قادرة تسامح. أما لؤي فكان عايش في البيت لوحده. البيت الكبير بقى فاضي. الحيطة اللي كانت شاهدة على الضحك بقت شاهدة على السكوت. في يوم لؤي كان بيدور في درج قديم، لقى ورقة مكتوبة بخط أبوه خافوا ربنا في بعض وما تخلوش الفلوس تفرقكم. لؤي قعد في الأرض ومسك الورقة بإيده، والأول مرة فهم الورث مش مجرد فلوس بتتوزع، الورث ده اختبار ممكن يخليك تكسب بيت أو تخسر عيلة. ناس كتير بتفكر إنها كسبت وهي في الحقيقة خسرت كل حاجة. فاكر إنك لو خدت أكتر تبقى كسبت، ولا يمكن تكون خسرت الحاجة الوحيدة اللي كانت تستاهل. ولهنا نكون وصلنا لنهاية القصة. لو عجبتك القصة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفك في فيديو جديد. سلام.